السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناة عربي فود. النهاردة هعمل معاكم خبز أو عيش البلون بحشوة الشاورما. يطلع لي بالنتيجة دي بالشكل ده، ولا أروع ولا أجمل، والعيش مشاهي كده. المقادير: عندي كيلو دقيق منخول، ومعلقة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر. هخلطهم على بعض وانزل بيهم على الدقيق، ورشة ملح. طبعا اخلطهم كده، مكونات الجافة كلها كده مع بعض. بعد كده انزل باربع معالق زيت، واخلطهم مع بعض. اعجن بالمية الدافية، مية فترة طبعا عشان تديني عجينة كويسة. المية اللي بعجن بيها عشان الخميرة متفسدش، طبعا المية تكون فترة، ما تكونش سخنة عشان هتفسد العجينة، تكون فترة. هاخد المية الكفاية ليا كده واعجنها لمدة بإيديا كده، لمدة 7 دقايق. تطلع لي شايفين عاملة ازاي، عجينة كويسة. اغطيها كده، احطها في مكان دافي لمدة ساعة. طلعت لي بالنتيجة دي مختمرة كده حلو. هعمل كرات عجينة كده واتركها شوية. عندي كده بعد ما عملنا الوحدات الكريات بتاعتي، افرد واحدة واحدة كده على حدة. عندي صينية، بعد ما فردتها اخدتها بالبردانة كده او بالنشابة وحطيتها على الصينية. بعد كده احط الحشوة بتاعتي. طبعا هعمل الحشوة بالشاورما. الشاورما دي مكوناتها البصل والفلفل الأخضر، وطبعا صدور الدجاج، وما احطش على الحواف، اترك مسافة. بعد كده الرغيف التاني، بعد ما فردنا العجينة كده احطها فوقيها كده واعملها بالطريقة دي. وعندي شاليمون، اثبت الاول الحواف كده، اثبت الحواف جيدة عشان ما يكونش فيه اي ثقب يبوظ دلوقتي. الصنعة هفرخها دلوقتي بالشاليمون كده.
او بالقشة يعني كده بالطريقة دي وبالشكل ده. اكون هعملها بكيرفول كده عشان ما تقطعش مني كده بالظبط، واقفلها بسرعة كده. عندي كده مظبوطة. اعمل بقى كل الوحدات اللي عندي نفس الطريقة. عندي من المكونات الفلفل الأخضر. طبعا فوائد الفلفل الأخضر بيقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، أيضا تحسين مرضى السكري، يعالج العدوى الميكروبية، وعلاج السمنة، والاستخدامات المحتملة للفلفل الأخضر لقرحة المعدة. هنستخدم بصل أحمر في الشاورما. بيحتوي البصل الأحمر على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة المختلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من البصل، بالإضافة إلى الكبريت، وهذا يعني أن له العديد من الفوائد الصحية المختلفة. بيقلل خطر الإصابة بالالتهابات، وبيقلل من مستويات الكوليسترول في المرتفعة، وبيعزز مستويات كريات الدم الحمراء، وبيقوي القلب وجهاز الدوران، وبيقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وضبط مستويات السكر في الدم، والمساعدة في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز صحة الشعر. زي ما انتم شايفين كده الحواف ابعد عنها خالص، الاطراف حط كل الحشوة في النص، والاطراف ابعد عنها. عشان كده هعمل بالطريقة دي الحواف بالطريقة دي. بعد كده انفق. كده خلصت كل الوحدات اللي عندي ودخلناها الفرن على فرن مشعل مسبقا على درجة حرارة عالية، لأن ده خبز. طبعا طلع لي بالنتيجة دي وبالشكل ده. لازم يكون السواق كده من فوق ومن تحت كده مستوي عشان ما يكونش معجن. كده لما اجي اقطعه يطلع لي بالطريقة دي. لما اقطعه بالنص طلع لي بالنتيجة دي بالشكل ده، جميل ومستوي مفيهوش حاجة معجنة، والحشوة هي جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده، جميل جدا ولا اروع ولا اجمل. وبالهنا والعافية، واشوفكم فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.